لو انت مبرمج وعايز تبقى اسرع 10 مرات، فالحل انك لازم تعرف تستخدم الاي اي ببرومبت صح. الاي اي قوي جدا، بس لازم تعرف تستخدمه صح علشان ما يسوحكش. ازاي تكتب برومبت عملي يطلع لك جزء من الكود بتاعك؟ انت مش بس هتقول له اعمل لي فانكشن تعمل كذا، انت لازم تقول له الباك جراوند عن البروجكت بتاعك. يعني مثلا انا بعمل ابلكيشن لمدرس علشان يعمل 1 2 3، والابلكيشن ده انا بدأت فيه وعملت صفحات 1 2 3، ودلوقتي انا محتاج اعمل كذا. وهتعرفه برضو النتيجه اللي انت مستنيها، وكمان هتقول له راعي الميسنج داتا اللي في النص، وحط لي الباوندري كونديشنز اللي ممكن توقع الفانكشن دي، واي حاجه متعلقه بالفانكشن بتاعتك علشان يطلع لك نتيجه مظبوطه 100%. من الاخر كده الاي اي محتاج يعرف باك جراوند عن التاسك اللي هيعملها، والبيانات اللي انت محتاجها، وشكل النتيجه المتوقعه. فخليك عارف انك لازم تركز على الجوده مش السرعه. لو اشتغلت بسرعه وخلاص هيطلع لك باجز كتير في الكود بتاعك، ولكن لو اشتغلت على انك تديله برومبت مظبوطه بالبيست براكتس هيطلع لك نتيجه انت نفسك هتتفاجئ منها. وما تنساش تطلب منه امثله ويعمل لك كومنتس على كل حاجه في الكود علشان يشرح لك هو عامل الحاجه دي بالشكل ده ليه. ده هيساعدك اكتر في انك تفهم الكود اللي مكتوب وتقدر انك تعدل فيه. فخليك عارف انك لو عرفت تكتب برومبت كويسه هتكتب اسرع 10 مرات من قبل كده. فالمهاره انك توجه الاي اي صح وتخليه يطلع لك كود فيه كل الاحتمالات الممكنه. انا قصي شتاين وهعلمك اكتر من كتابه برومبت.